الفنانة المغربية سحر صديقي في أول رد لها كتدافع على المغربية بسمة بوسيل اللي تعرضت بالدور ديالها الهجوم من عند بعض الناس واللي كيعكس التعصب والجهل ديالهم، وهذا الشيء كامل بسبب آخر انترفيو ليها. من شحال هادي وانا فمي كياكلني باغا نهضر في الموضوع ديال بسمه وما كنلقاش الوقت. كنجي من التورناج عيانه، عندنا يوميا وكنقدروا نساليو في دي زور تري طارديف بحال 1 دو ماتان بحال. المهم ديما كنبغي نهضر في هذا الموضوع واكلني فمي، ودابا جات المناسبه قلت والله ما نمشي للخدمه حتى نهضر. الوغ بالنسبه لبسمه، واحد الانسانه اللي دارت واحد الانترفيو مع واحد الشخص اللي سولها دي كيسيون عليها، دي كيسيون سور سا في، سور سكيل ريسون، سور داكشي اللي كتحس به. والهجوم اللي دار عليها كيبين الكميه ديال الكلاخ وديال الجهل اللي عند الناس وديال التعصب الغير مبرر نون جوستيفيي. لان كومون اون بو نهاجموا واحد السيده اللي كتهضر على معاناه، انها عانات واحد العلاقه، حيت الانسان ملي تيهضر لينا على باش يحس فريمون وبانه كان كيكتئب وكان كياخذ الادويه شاك جوغ وبكاء شاك جوغ وكانت كتنعس بالساعات، يعني والانسان يتجرأ يعايرها ولا يتهمها، هذه قمه اللا انسانيه. حيت ما يمكنش شي انسان يحكي لك على المعاناه ديالو وما تتعاطفش معاه. الا كنتي حيوان وكيتعاطف معاك، شي الكلب الا كان عندك في الدار وحس بك حزين كيتعاطف معاك، كيجي ينعس حداك ويتكح حداك ويبغي يواسيك.